تخيل معايا مصمم رولز رويلز، بنتلي، فيراري، اودي ورينج روفر كلهم بقوا شغالين مع شركات صينيه. طب ازاي ده حصل وليه؟ تعال شوف بنفسك، الفيديو ده هيغير نظرتك للعربات الصينيه للابد. زمان كنا بنبص للعربات الصينيه على انها تقليد، جوده قليله، تصميم عادي، ملهاش شخصيه. بس النهارده الوضع اتغير 180 درجه. ليه؟ علشان الصين مش بس بتصنع كويس، دي جابت امهر واشهر مصممين في العالم اللي كانوا بيشتغلوا مع اكبر البراندات الاوروبيه. بص بقى، ده جايلز تايلور، ده الراجل اللي كان مسؤول عن تصميم رولز رويس كولينن. فاكر العربيه العملاقه الفخمه دي؟ الراجل ده دلوقتي بيشتغل مع شركه اسمها ريد فلاج، او زي ما بيقولوا عليها في الصين هونج تشي. والعربيات اللي بيصممها كانها قصور ماشيه على الارض. ده بقى شتيفن زيلف، ده الماني، وكان الراجل اللي صمم بنتلي كونتيننتال جي تي، واحده من اجمد العربيات الفخمه اللي شافها العالم. عارف بيشتغل فين دلوقتي؟ مع شركه زيكر الصينيه، وبيقدم تصميمات تحس انها جايه من المستقبل. فاكر اودي ار 8 اللي شكلها طياره ماشيه على الارض؟ الراجل اللي صممها الماني واسمه وولف جانج ايجر. دلوقتي هو كبير المصممين في شركه بي واي دي الصينيه، وبيقدم شغل يخلي الاوروبيين نفسهم بيغيروا. اما المفاجاه الكبيره فهي خوان مولوبيز. الراجل ده كان مسؤول عن تصميم العربيات في فيراري، دلوقتي ماسك قسم التصميم في اكس بينج الصينيه، او زي ما بيقولوا عليها في الصين تشاو بينج. يعني التصميم الايطالي بقى داخل على التكنولوجيا الصينيه. وده فيل سيمونز البريطاني، مصمم رينج روفر سابقا، بيشتغل دلوقتي مع شركة تانك، عربيات بتجمع بين الفخامة والقوة وتصميم يخطف العين. اللي بيحصل في الصين مش صدفة، ده شغل ناس تقيلة جدا. العربيات اللي كانوا الناس بتضحك عليها من 10 سنين النهارده بقى فيها تكنولوجيا وفخامة وشكل يجنن. الصين ما بقتش بتقلد، الصين دلوقتي بتقود. أي عربية من اللي قلتها في الفيديو ده عجبتك؟ واكتب لي في الكومنتات، هل ممكن تشتري عربية صينية؟ ولو هتشتري هتختار مين؟ بي واي دي، زيكر، ولا اكس بينج؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدوس سبسكرايب لو بتحب العربيات بجد، عشان اللي جاي تقيل جدا. سلام.